13 في مرمى نادي الزمالك، الرابع افريقيا ولديه 7 في اطار بطولة الدوري، وفي الكأس عنده هدفين، ويتعادل كده في رصيد الاهداف القمة مع التتش اللي عنده 13 هدف. وامامنا ابو تريكة 13 هدف في مرمى الزمالك، محمد ابو تريكة. شوف امامنا هنا وليد سليمان بالكعب حلو قوي، وادي ابو تريكة الخالي تماما من الرقابة، ليس هناك ضغط. الدفاعات الزملكاوية يعني هنا في هذه المباراة وكما هو معتاد في اللقاءات الاخيرة. وبص شوف ابو تريكة، وبص شوف وليد سليمان بكعبه حلوة، وابو تريكة في الزاوية صعبة على عبد الواحد السيد، لكن جملة حلوة قوي، هدف سينمائي اهلاوي. اللمسة الحلوة كانت من عبد الله السعيد، التحرك الاروع من وليد سليمان، واللمسة الاخيرة والتسديد. وادي امامنا هنا يعني اللسان حال الجهاز الفني لنادي الزمالك، لا حول ولا قوة الا بالله في هذه المباراة حتى الان لم يسجلوا. ادي امامنا الاهلي عبد الله السعيد، تحركاته عبد الله السعيد، تغيير اتجاه بشكل رائع جدا عبد الله السعيد. حسام عاشور لمسه المره دي على طول، ابو تريكة الاشهاب، ابو تريكة لمسه واحده والتحرك في الجانب اليمين يعدلها على طول، وليد سليمان يعملها حلوه قوي بشماله والتحرك المره دي، والهدف الرابع عن طريق احمد فتحي، يسجل في مرمى الزمالك. كان سجل في لقاء سابق في 2007 2008 عندما سجل عماد متعب، سجل احمد فتحي. النهارده احمد فتحي يسجل للنادي الاهلي في الدقيقه 70 عشان تبقى النتيجه 4-1 لصالح النادي الاهلي. 4-1 لصالح النادي الاهلي، هدف ملعوب وتحركات خلف المدافعين. وادي امامنا هنا لمسه حلوه قوي، وليد احمد فتحي ينطلق، فكرنا بهدفه في كوت ديفوار في 2008. احمد فتحي مع منتخب مصر سجل في الزمالك من قبل في طبعا لقاء 2007 2008 2-0 للاهلي. ادي عبد الواحد السيد بلا حيله امام دفاع قليل الحيله، 4 الاهلي 1 الزمالك حتى الان في مباراه اليوم، ونتيجه كبيره قوي وتفوق للاهلي مستحق في مباراة اليوم. من المتألقين في لقاء اليوم ادي ملعوب على طول ركنية للزمالك، نادي الزمالك يضغط لحفظ ماء الوجه امام الاهلي المتفوق، وانطلاقه حلوه قوي من حازم امام الحقيقه عامل نشاط كبير، ولكن شهاب بدا يميل عشان يغطي ويلعب عرضيه حلوه قوي، وادي راسيه وهدف هنا، هدف في هذه اللقطه. يسجل احمد حسن عشان يبقى خامس لاعب مع مصطفى كامل طه وعبد الكريم صقر وجمال عبد الحميد وحسام حسن اللي سجلوا بالوان الناديين. شوف المهاره، وشوف امامنا حازم امام، ويسجل احمد حسن ضربه راسيه في هذه اللقطه في الدقيقه 82، تصبح النتيجه 4-2. هنا البديل، وادي خطا من شريف اكرامي في ابعاد الكره، مستنيها احمد حسن، مرور حلو قوي من حازم امام ومراوغه ويعدي، وشهاب هو اللي راح يغطي. وامامنا راسيه بقى الخبير والقدير احمد حسن اللي بيسجل هنا في هذه اللقطه وفي هذه اللحظه.